لكن من ضمن المشاكل او العراقيل اللي كانت بتواجه الفيلم ان في مشهد حريق هيحصل للبيت اللي فيه حمدي وكوليت، وطبعا في الوقت ده ما كانش فيه خدع سينمائيه، وعشان ينفذوا حريق بالضخامه دي كانت حاجه شبه مستحيله او محتاجه تكلفه جباره. وده ما كانش على الفيلم المصري بس، ده كان في العالم كله. عشان كده في فرنسا كانت الصحف الإخبارية أو الصحف المتخصصة في الحوادث كانت عاملة اشتراك للسينمائيين اللي عايزين يصوروا مشاهد حريق. يعملوا إيه؟ يشتركوا معاهم اشتراك شهري. أول ما تحصل حريقة في أي مكان يقوموا رافعين السماعة على الشخص اللي عايز يصور حريقة: الحق في حريقة في الحتة الفلانية، اجري. وده اللي حصل بالفعل مع المصور جوستاف مادريك اللي اشترك في واحدة من المجلات دي، وأول ما جاله تليفون كلم محمد كريم قال له الحق في حريقة في الحتة الفلانية. خدوا بعضهم وجريوا دخلوا البيت اللي بيولع، وقعدوا يصوروا بعض اللقطات لرجال المطافي وهم بيطفوا النيران وبيطلعوا وبينزلوا. بيحكي محمد كريم بيقول انها كانت مشاهد جميله جدا. العالم وقتها كان غريب.